النهاردة هنعمل مع بعض شاورمة لحمة بتاعة المحلات، وطعمها بجد خطير جدا جدا ولذيذة قوي، وفي نفس الوقت سهلة قوي، وتوابلها بسيطة ومش هتاخد منك وقت خالص نهائيا. بس قبل ما نبدأ وصفتنا، لو انت اول مرة تشوفوني، انا اسمي هاجر، ما تنسوش لايك للفيديو واشتراك للقناة. اول حاجة كده هنتبل اللحمة بتاعتنا عشان ايه؟ نشيلها. عندنا هنا معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، معلقه 7 بهارات، معلقه من الملح، رشه معلقه من الفلفل الاسود. تمام، دي كلها معالق صغننه كده اهو. وهنحط عليها معلقه من السكر، وحطينا معلقه كده كبيره من الخل، وحوالي معلقتين من الزيت. تمام، هقلب بقى التوابل دي كلها مع الزيت كده والخل، عشان بس ايه؟ يندمجوا كلهم مع بعض، ولما احطهم على اللحمه يبقى كلهم تمام، ايه، متظبطين. اوكي، ده كان نص كيلو من اللحمه حطيته على التوابل اللي انا قلت لكم عليها. لو انتوا هتعملوا كيلو مثلا، تقدروا تضاعفوا كميه التوابل شويه عشان كلها تتبل حلو وتبقى ايه، طعمها لذيذ معاكم. طبعا انا سبتها ساعتين تتبل، ممكن تتبليها من قبلها بيوم، وممكن مثلا ساعه. بس طبعا كل بصراحه لما بتقعد في التتبيله بتبقى احسن بكتير. هنا بقى حطيت معلقتين كده من الزيت، معلقتين صغيرين، وحطيت حتتين من اللي دي كانت عندي، انا قطعتها صغنن كده وحطيتها بقى مع الزيت عشان ايه؟ تسيح. يا جماعه، اللي هي بتدي طعم حلو جدا جدا، وهي دي السر اللي بيخليلك الشاورما بتاعتك زي المحلات بالظبط. بجد طعمها خطير خطير. يعني انا انصحكم اللي يعمل الشاورما لازم يكون عنده الليه. تمام، بعد ما الليه سحت زي ما انتوا شفتوا كده اهو، نزلت بقى عليها اللحمه، رصيتها كلها جنب بعضها زي ما انتوا شايفين. بلاش تبقى على بعضها، وبلاش يعني ان احنا نقلب فيها كتير. انا سبتها شويه، بصوا لما هي خدت لون كده من تحت، ابتديت ان انا اقلبها على الناحيه التانية عشان ايه؟ يعني كلها تتشمع من الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها. تمام، وبرده هسيبها وما قلبتش فيها خالص غير لما يعني امتصت شويه الميه الصغيرين اللي هي نزلتهم. اوكي، دلوقتي كده قلبتها لان هي كانت خلاص داخله في السوا، فابتدي بقى ان انا اشوحها كلها على جميع النواحي يعني بتاعتها، عشان نخش في المرحله التانية اللي احنا ايه هنعملها. عايزه اقول لكم ريحتها خطيره، طعمها جميل جدا من قبل ما اضيف لها اي خضار ولا اي حاجه خالص. هنا بقى بعد ما خلاص كده اتظبطت معايا واستوت، طبعا احنا عارفين لحمه الشاورما ما بتاخدش وقت خالص في التسويه. شلتها كده وركنتها على جنب، وحطيت هنا فلفل الوان. تمام، كان اخضر واصفر واحمر زي ما انتم شايفين. حابين تضيفوا طماطم براحتكم، مش حابين خلاص تمام. هنا كده ضفت الخضار زي ما انتم شايفين، وحاطه برضو قرن فلفل حامي. وبعد كده بقى رحت بعد ما تشوح يعني حاجه بسيطه كده بس، والخضار بتاعي يتشوح في الزيت ده ولا الليه، رحت بقى ضفت عليه اللحمه زي ما انتم شايفين كده. ولان كده خلاص الشاورما بتاعتي كانت يعتبر جاهزه. تمام، البصل ده بقى اخر حاجه، وانا اصلا طفيت النار خلاص، بروح ضايفه بصلايه صغننه متقطعه كده جوليان بالشكل ده. لو مش حابه ان انت تضيفي البصل تمام، بس البصل احنا بنضيفه اخر حاجه خالص عشان ما يديكيش طعم اللحمه من البصل، هو بس بيديكي طعم اللحمه الشاورما اللي انت بتشتريها من المحلات وكده. وطبعا ضفنا عليها البقدونس اللي هو طبعا ما فيش غنى عنه خالص، وبيدي طعم خطير جدا جدا في الشاورما. اوكي، بعد كده بقى خلاص انا كنت طافيه، قلبت بس كده البصل مع البقدونس مع اللحمه زي ما انتوا شفتوا. هنا بقى دي كانت توميه انا كنت عاملاها برضو بس بصراحه ما صورتهاش. يعني هبتدي بقى ان انا احط كده، بس انا بصراحه حاطه شويه توميه كتير في الساندوتش بتاعي عشان انا بحب التوميه كتير، وبرضو بعشق الخيار المخلل مع الشاورما. تمام، هنحط بقى كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده بقى هرص اللحمه في العيش ده عيش سوري عادي، انا شاريه من المحل جاهز، يعني بصراحه مش عاملاه في البيت. تمام، في ناس بتحب تعمله، تمام، اللي بيعرف يعملوا، عايزين تشتروه برضو وتسهلوا على نفسكم، فتمام مفيش اي مشكله. هنا بعد ما حطيت كده الشاورما بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ضفت برضو شويه كمان من التوميه، وهضيف كام واحده من الخضار، لان بصراحه انا زي ما قلت لكم بحبها جدا. معايا بحب يعني طعمهم الميكس ده كده كله مع بعض. حتى لما اجي اشتريها بحب يبقى الحاجات دي موجوده فيها. بس هنقفله بقى كده هو من الجوانب، الساندوتش بس كان مليان، فانا ايه كنت خايفه عليه عشان يتقطع. بس بنلفه بقى كده اهو، ونحطه بقى ايه في طبق او في صينيه او اي حاجه لحد ما نخلص بقيت كميه السندوتشات
اللي احنا ايه هنعملها. تمام. بس هنا كده انا عملت 3. طبعا الصينيه ديت دهنتها بالزيت بس كده بسيط، وايه وحطيت فيها السندوتشات بتاعتي، وابتديت بقى ايه اخد بالي منها واشوحها كده على جميع النواحي زي ما انتوا شايفين. والتحميصه بقى الخطيره اللي من بره دي، والريحه كانت تحفه بجد، وشايفين شكلها عامل ازاي، يعني حاجه تحفه. اشوفكم على خير في فيديو جديد.